بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم الدانت الاصلي بطريقه وطعم غنيه جدا 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 وباقل امكانيات وبصوره سهله ومبسطه جدا. اي حد حتى لو مش خبره في المطبخ، اطفال كبار صغيرين، يعرف يعملها لانها سهله وبسيطه جدا. السهل الممتنع. النهارده فيديو تحفة وطعم وقوام ناعم جدا. شايفة كريمية خالص وملزلزة كده شوية. يلا لو انت مش مشتركة معانا اشتركي بسرعة وحطي لايك للفيديو واكتبي كومنت وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. انترو ونشوف عملناه ازاي. ازيكم يا حلوين؟ مرة تانية هنقول بسرعة المكونات اللي عملنا بيها أحلى الدانت وتحدي. كل حاجة اتنين ومش هتنسيها خالص. المكونات سهلة وبسيطة وتتحفظ بسرعة. عندي كوبايتين من اللبن العادي ساقع، واتنين كريم شانتيه، معلقتين سكر، معلقتين كاكاو خام. كل ده معلقتين كبار اللي هي معلقة الأكل العادية. ونص كيلو لبن اللي هو 2 مج من المج العادي اللي بنشرب فيه شاي ده. لبن ساقع زي ما قلت لك. وعندي باكت من كريم كراميل دريم. انا استخدمت دريم لان النوع ده يعني انا بفضله. هناخد بس الصوص مش عايزينه، هناخد بس البودر اللي فيه اللي هو العبوه اللي انا ماسكاها دي. هنجيب حله متوسطه كده معانا للكميه دي. طبعا تقدري تضعفيها وتعملي الكميه اللي انت عايزاها، بس انا الكميه دي طلعت معايا الكميه اللي انت شفتيها في اول الفيديو. مظبوطه جدا وكل حاجه فيها مظبوط. سكر مظبوط، قوام مظبوط، كلها تحفه تحفه تحفه. اهو زي ما قلت لك نص كيلو من اللبن. اللبن ده ساقع. اللي هم بما يعادل 2 مج من المج العادي. تمام. هننزل بقى كل حاجه. بصي البساطه والسهوله. كل حاجه من المكونات اللي انا قلتها هتنزل في الحله بتاعتنا على اللبن وهو ساقع بره النار. تمام. اهو هنفضي كريم كراميل. طبعا انا استخدمت هنا بما اني هعمله بالشوكولاته والكاكاو، فانا استخدمت ووفرت على نفسي فجبت شوكولاته اصلا لان طعم الشوكولاته فيه غني فظيع جميل جدا بصراحه. وكمان احنا لما بنستخدمنا الكاكاو الخام، الكاكاو ده اسباني. النوع ده تحفه بجد. لو عايزه تجيبي كاكاو خام رائع يدخل معاكي في كل حاجه من الحلويات وطعمه حلو جدا، هاتي الاسباني. وكمان عندي شوكولاته دي للي حابب ان يكون طعم الشوكولاته قوي ومركز قوي. لكن في الحقيقه يعني، او لو انت مستخدمه كريم كراميل فانيليا، هتضطري تحطي شوكولاته. لكن بما ان كريم شانتيه بتاعنا اصلا بما ان الكريم كراميل بتاعنا مش فانيليا وشوكولاته اصلا، فالكاكاو معلقتين الكاكاو كافيين جدا لكوبايتين اللبن والاتنين كريم شانتيه. طب لو الكريم شانتيه ده مش خام، اللي هو المسكر، اللي هو الظرف اللي بيتباع على بعضه ده جاهز، هتقللي نسبة السكر شوية لو انت مش بتحبي الحاجة محلية قوي. لكن انا مستخدمة هنا الكريم شانتيه بتاعي اللي هو البودر، مستخدماه اللي هو الخام مركز بيبقى من غير سكر. تمام. قلبنا كل المكونات دي ودمجناها على البارد بمنتهى السهوله وتندمج معاكي. وفي الاثناء دي هتحسي ان القوام كده بدأ يكون تقيل، مش اللي هو خفيف قوي، لا. كريم حلو، قوامه حلو. قلبي كل المكونات بتاعتك دي على البارد وهننقلها على نار متوسطه. يلا بينا نحطها على البوتاجاز ونشوف عملنا ازاي. اهو حطيناها على البوتاجاز. مجرد كوبايتين فهيغلوا معاكي بسرعه جدا. هتلاقي في دقايق معدوده هتلاقيه خلاص بدأ يدخل معاكي في الغليان. انا هنا بقلب لغايه لما السكر يدوب وبس، مش محتاجه اكتر من كده. وهبدأ اول ما الاقيه بدأ اللبن بتاعي يغلي. هقلب الجناب علشان ما تبقاش متكتله. بكون حريصه جدا ان انا اقلب الجناب طول الوقت كده بحيث ان كله يكون قوام واحد. مش اكتر من كده. انا مش عايزاه افضل اخفق فيه، لا. انا بس بلم الجناب وخلاص على كده. في ثواني معدوده. بصي اهو قدامك انا من غير ما اقص ولا اسرع ولا اي حاجه هتلاقي غلى او دخل في الغليان. انا مش عايزاه يغلي، مش عايزاه يقلب، مش عايزاه يقعد فتره طويله على النار. هو مجرد اول بدايه الغليان هنزله وهيكون كده جاهز معايا. هنشوف مع بعض دلوقتي، مش هياخد مننا وقت خالص. لو انت كسلانه قومي اعمليه. وانت وصلتي معايا لغايه هنا يا قمر من الفيديو، لو انت مش مشتركه معايا او جديده في القناه، اشتركي وفعلي زر الجرس واعملي لايك للفيديو واكتبي كومنت حلو منك. وهنشوف مع بعض عملنا باقي الدانت التحفه دي ازاي. ومفيش بجد اي حد داقه الا وشكر فيه جدا، وخصوصا الاطفال لان هم تخصص دانت فعارفين الطعم الاصلي ايه، فهم بيحبوه وهيدمنوه منك جدا جدا جدا. وغير النظافة والطعم واللبن اللي انت واثقة فيه
كده. بصوا يا بنات اهو بدأ يقلب. بدأنا كده خلاص، هي تقليبة واحدة بس، هجمع الجناب وخلاص كده. هو كده جاهز عندي ان هو ينزل. بس كده خلاص، انا هو اتأكدت انه غلى من كل الجناب ومن النص. هبدأ بقى اكون مجهزة بقى اللي هقدم فيه كوبايات، اطباق، كاسات، زي ما انت حابة او حابة تقدمي لاطفالك. انا طبعا حاولت اقدم طبعا هنقدمه هو بارد، لكن هتحطيه في اطباق التقديم وهو سخن، ما تسيبوش يبرد في الحلة يعني. انا حاولت اقدم بالكبشه بتاعتي، لكن ما نفعش، لقيت ان الصب كده اسرع. لانك لو سبتيه هتلبسي تلاقيه بدأ يتكتل ويتقل، فتصبيه وهو سائل كده. حاجة سهلة جدا وبسيطة جدا، من غير نشا، من غير بيض، من غير أي حاجة من الحاجات اللي احنا مستخدمينها دي. وبصورة سهلة وبسيطة، يعني ممكن لو بنتك بتبدأ تدخل المطبخ تعرف تعمله. لو انتي قاعدة كسلانة وعايزة تعملي حاجة حلوة بسيطة وسهلة وسريعة وحلوة، إيه ده، مفيش أحسن من الدانت بصراحة. والشوكولاتة طعمها رائع رائع رائع. طب لو انا عايزه ازينه، هتزينيه وهو سخن، يعني هو دلوقتي قبل ما يبدا يتماسك، لانه بيتماسك بسرعه جدا. فهنبدا انا هنا اخترت يعني المتواجد عندك، ممكن بشر شوكولاته، ممكن صوص الكراميل، الكريم كراميل اللي احنا عاملينه. لكن انا عندي البنات كل واحده اختارت كوبايتها وعمل زينتها بالمارشميليو بصي ملزلز وجميل ازاي، واللي هو الشيكي بوم ده، ولا مش عارفه اسمه ايه ده، اللي الاطفال كلها بيحبوه. فكل واحده عملت زينت بطريقتها، دي رغداء، واللي جنبها اللي ورا دي الاء، لا الاء اللي قدام، واللي ورا خالص اللي هي جنب الفازه دي سجوده، دي الاء. كل واحده زينت بطريقتها بالشكل اللي بتحبه وبالطريقه اللي هي بتنسقها او بتفضل، دي سجوده. فيعني ادخلي كده انت واطفالك وشاركوا مع بعض، وزينوا الحاجه بايديكم، هتحبوها جدا والاطفال هيحبوها جدا. حاجه نظافه وجمال وطعم وريحه وكل حاجه. ما تنسيش لايك بقى للبنات الحلوين. وقومي اعملي دلوقتي الدانت التحفه الرائع ده، الكريمي خالص الناعم قوي، وما بتاخدش وقت خالص في التلاجة. هي مجرد نص ساعه وتطلعيها تقدميها، بتكون متماسكه وزي الفل. ما تنسيش تعملي لايك وسبسكرايب للقناة، بحبكم جدا في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، باي باي.